اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا صباح الفل او مساء الفل على حسب ما تشوفوا الفيديو. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. يلا بينا النهارده كده نكمل باقي الروتين اللي قبل ده مباشره، اللي احنا كنا بنعمل فيه ايه بقى؟ المخدات وكفر الانتريه. النهارده بقى هنعمل الستاير زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات. النهارده بقى الايه الستاير بس، يعني مش هنعمل اي حاجه تانية. الستاير عندي شمواه، وطبعا يبقى شمواه يبقى ولعه في الشقه. والله العظيم محرره الشقه جدا يا جماعه، مش طايقاها اصلا. يعني اصلا انا هشيلها ومش هركبها دلوقتي اطلاقا، هسيبها لغايه ما الجو كده يبدا يسقع اصلا. اعمل ايه بقى؟ يعني الجو وحش وحر، والايام دي اصلا درجه الحراره عاليه جدا، مش محتاجه اي حاجه بقى تقيله اكتر. يعني كفايه بقى، كفايه الجو. طبعا الخلطة اللي احنا كنا مجهزينها كده معانا بصوا جاهزة جدا. يعني كويس اللي انا زودت وبكفاية كمان، علشان ايه مش كل شوية اعمل واحط وازيد. بس انا حطيت برضو شوية كمان كده برسيل جل، وحطيت شوية دوني كده، يعني دوني كده في الاخر. طبعا مصور وانا بحط دوني كده في الفيديو اللي فات. طبعا بقى ما حطيتش على الابيض علشان المخدات طبعا كانت بيضة. لو كنت حطيت اللون اللي انا بحطه بتاع الدوني ده بيمسك في الهدوم، يعني هو اصلا ماسك في فانيلات جوزي، وتحسي كده اللي فيه حاجه مبقعه فيه. يعني اللون بقى لبني، لون بامبا، ما تفهموش هو حاطط فيه ايه اصلا، ماده عامله ايه، تقيله قوي في اللون. علشان كده عملت بقى البخاخه اللي انا عاملاها، اللي انا كنت موريها لكم قبل كده، فيها دوني وفيها مش عارفه ايه تاني وشويه ميه. بخخت كده ايه على المخدات، ريحتها بقى اكني ايه لسه حاطه دوني حالا. زي ما انتم شايفين كده بقى. اول حاجه انا نقعت الستاير علشان انا هشطفها كذا مره كده مع بعض. يعني هنزلها واشيلها واحطها تاني واشطفها تاني، عشان طبعا كانت منها للشارع على الشباك كانت واخده التراب كله اللي في الشقه يعني. اكني كانت واخده التراب كله. وطبعا عشان هي غامقه، وكمان هي بتخرط لون، يعني بتنزل لون كده غامق منها. مش عارفه بقى لها سنين ولسه لغايه دلوقتي لونها بيخرط. عملت ايه بقى؟ انا غسلت برضو الموكيت بتاع البلكونه، ومعاه المشايه البامبا دي. المشايه البامبا دي كل ما اغسلها بصراحه يعني رخمه، تحس ان هي مايعه كده، ايه تتدلع. عارفين الناس اللي بتتدلع دي؟ هي بقى من الناس اللي بتتدلع السجاده دي. عشان كده قلت ايه اجربها كده في الغساله اول مره. يعني اول مره كنت اجربها في الغساله بصراحه، عمري ما كنت جربتها. وعادي النتيجه برضو ما كانتش وحشه خالص، يعني كانت حلوه. بس ايه بقى اللي في السجاده نفسه ده اللي عامل زي التراب ده، عارفين الابيض ده؟ هو ده اللي ايه خرج من السجاده بس. مفيش اي حاجه تانية بقى ايه بقت تمام جدا، ولا بعدت ولا استرفلت ولا اي حاجه. يعني جميله جدا يا جماعه، عشان هي اصلا بصوا مش سجاجيد يعني اللي هي ماسكه نفسها، ده مشايه كده رقيقه، وغير كده مايعه كده. عارفين المياعه؟ هي مايعه. يلا بقى حطي لي اللايك عشان انا تعبت جدا جدا في الفيديو ده، والله العظيم تعبت جدا جدا كمان. يعني اصلا انا شلت الستاير دي كام مره من الطبق واشطفها واحطها تاني في مسحوق جديد. يعني شطفتها كده كام مره، وتعبت جدا جدا في الفيديو ده. والايام اللي فاتت بقى طبعا كلها مجهود، يعني كلها باور وكلها مجهود وكلها شغل تقيل. مش شغل اللي هو الخفيف بقى اللي انتي بتغسلي طبقين والكلام ده. طبعا لا خالص. في حاجات بقى ايه، تشيلي حاجات من المطبخ، تحطي حاجات من المطبخ، تشيلي سجاجيد، تشيلي ستاير، تشيلي مخدات. وطبعا في ناس سالتني يا جماعه المخدات ممكن تتغسل في الغساله؟ اه طبعا ممكن تتغسل في الغساله لو غسالتك كبيره. واغسلي واحده واحده، يعني ما تغسلهمش كلهم، اغسلي واحده واحده. يعني انت لو مش عايزه تغسلي على ايدك، او انت حامل او الكلام ده كله، اغسليها في الغساله واحده واحده. وحطي ايه ميه كتير، بس لو غسلت ما تقلش عن 12 كيلو، ما تقلش عن 12 كيلو، علشان الحجم يا جماعه بيفرق جدا. ممكن المخده معاكي كده هبطت كده وتقولي هبطت من ايه. بس طبعا لو الفايبر بتاعك نضيف عادي اتكلي وما تخافيش خالص، يعني ما تخافيش خالص. يعني الفايبر معايا بقاله الله اكبر بقاله كام سنه وما شاء الله، اللي يشوفه اصلا يقول جديد. بتاع الاطفال وبتاع اوضه النوم عندي برضو، يعني ما شاء الله اكني جديد. ويعني ايه بقى، انتوا عارفين طبعا ولادي طبعا بقى يعني الدايك والدهس والكلام ده. وطبعا انا بغسلهم كتير، مش بغسلهم مره ولا مرتين كده في السنه، لا طبعا انا بغسلهم كتير جدا. يعني في حاجات كتير جدا جدا ما بصورهاش في الفيديو، بس طبعا بعملها كتير جدا جدا. مش شرط اللي انا ما بصورش الحاجه دي يبقى مش بعملها، لا تماما. انتوا عارفين بقى التصوير بياخد وقت ومجهود وطاقه ومونتاج، ده المونتاج لوحده اصلا بياخد مني وقت اكتر من التصوير والله العظيم. والا بقى يا جماعه لو انا بقى ايه
مش بسجل، يعني عامله الصوت كده مباشر. عارفين المباشر ده بقى؟ الصويت بقى في البيت بقى والله اكبر، والولاد مش عارفه ايه، ومين بيضرب مين، وبس يا واد بس يا بت، حاجه كده قمر كده. يعني كنت الاول بقى طبعا مش عارفه بقى اسجل ولا الكلام ده، كنت الاول بعمل الفيديوهات مباشر، والله العظيم كان بيطلع عيني، كان بيطلع عيني زمان والله العظيم. يعني دلوقتي بقى بقص، بمنتج، بلغوش الحاجات الجميله دي اللي حصلت في المونتاج اللي انا اتعلمتها مع الوقت. طبعا كل حاجة بتتعلميها وكل حاجة بتستجدد عليكي بتتعلميها عشان انت عايزة تتعلميها وعايزة تنجحي في اللي انت فيه. وطبعا عشان انا بحب شغلي جدا جدا وعايزة اطور من نفسي وانجح، طبعا بشوف الفايدة ليا وبشوف الحاجة الحلوة اللي انا اعملها لمتابعيني طبعا، اللي هم بيحبوها. وغير كده يعني مش يمل. لو الفيديو بقى محتاجة تفاصيل كتيرة ده عادي نطوله عادي، عشان كده كده لازم بتبقى فيه تفاصيل بسيطة قوي قوي لازم تتعمل. انتوا بقى كمان مش هتملوا، يعني عشان كده مش بحب املكم. والناس اللي بتقولي بتسرعي الفيديو ليه، في ناس بتزهق يا جماعه من الفيديوهات. طب اعمل لهم ايه بقى؟ والله انا مش عارفه راضي كده ولا راضي كده. بيقولوا انت بتسرعي الفيديو لدرجه اللي احنا يعني بنتلهوج. مش عارفه بتقال ايه، بتتلهوج او عينيكوا بتزغلل او حاجات كده كده، ايه بيتقال لي كتير الكلام ده، مش عارفه ليه يعني. بس انا شايفاه والله العظيم التسريع يعني مش بعمله كتير. شايفين الموقف ده؟ بصوا بقى، انا جيت بقى ايه، بعمل بقى ايه يعني، بغرق كده الشباك بقى، بقول ايه بقى الدنيا بقى ايه، قعدت تغرق معايا، لقيت المسقط بقى ايه، الميه عماله تنزل على المسقط. وبصوا حسيت ان حد هيتكلمني يقول لي حرام عليك الميه نزلت علينا يا شيخه. والله ما عرفتش اعمل ايه انا. بصوا يعني بعد ما رميت طبعا الميه كذا مره بقى، يعني افتكرت، والله العظيم افتكرت بعد ما رميت الميه بقى كام مره كام مره. اعمل ايه يا جماعه؟ لازم كده الغسيل، اعمل ايه انا يعني؟ هو الغسيل بيبقى كده؟ والله العظيم الغسيل اصلا بيبقى كده. اعمل انا ايه بقى؟ الغسيل الهدوم هو اللي بيبقى كده، لازم كده تملي ميه كده وتغرقي الدنيا وتغسلي مش عارفه بايه وتغسلي بايه، لازم كده يا جماعه لازم. هنعمل ايه بس؟ هنعمل ايه؟ زي ما انتم شايفين اهو، شطفت الستاره كام مره. انا طبعا بقى معلش اللي انا ممكن اتلهوك ساعات، علشان انا بجد والله العظيم عندي ضغط الايام دي جدا وتعب كده في شغل البيت، وغير بقى حاجات كتير كده بعملها في البيت. يعني سامحوني واعذروني طبعا. طبعا لو ما كنتوش انتوا تعذروني، انا عارفه محدش هيعذرني غير كنتوا متابعيني وحبايبي واخواتي طبعا. اهو زي ما احنا شايفين اهو بقى. انا طبعا بقى كنت خارجه كده ايه، قلت انشرهم بالمره قبل ما اخرج، علشان عايزاهم يتشمسوا كده والشمس تاكل فيهم. زي ما احنا شفنا اهو، خلصت خالص الستاير وخلصت كل حاجه، والميه طبعا خرجت في الطرقه، مسحت الطرقه وظبطت كل حاجه من الميه، وخليت الشقه زي الفل. يعني انا كمان مسحت الشقه كلها قبل ما اخرج، عشان الشقه طبعا اتبلت، وعندي الحصيره اتبلت ميه والكلام ده كله، ايه غسلته كله، وغسلت الشبابيك في الحمام، وغسلت كل حاجه زي ما انتوا شفتوا كده في الحمام. يعني كل حاجة معايا زي الفل، وستاير نطفت، وكل حاجة عندي في الشقة ما شاء الله. يعني ان شاء الله كده بإذن الله، ادعوا لي بس كده ربنا يديني الصحة، ناقص فرش الشقة. وطبعا هنزله لكم يعني على طول، عشان بقى الاكلات بتاعة العيد الجميلة، لازم طبعا انزل لكم الاكلات الجميلة بتاعة العيد. كل سنة وانتم طبعا طيبين يا حبايب قلبي. واللي هيذبح اللي هينساني هزعل منه. بصوا كده هزعل منه، ماليش دعوة. انا عايزة لحمة العيد، ماليش فيه. اللي مش هيجيب لي لحمة العيد انا زعلانة منه. لازم اصلا اللي يذبح كده على طول مباشره بسمة. انا عامل حساب بسمة على طول كده. اهو نشرت المشايات. شايفين بقى الصوره بقى عندي لغوشت جدا، ما تفهموش من ايه بقى. مره واحده ابني اصلا اللي بيصورني انا بيقول لي في حاجه بيضه يا ماما كده في التصوير. انا طبعا ما اعرفش ايه هي طبعا البيضه دي خالص. لقيتني مره واحده ايه بياض كده، وببص للتصوير يا لهوي بقى. يعني المشكله ان انا ببص بعد التصوير، دي المشكله عندي بقى. يعني بعد ما بخلص تصوير خالص بشوفه. طب اعمل ايه بقى؟ انا مش كل شويه هبص للكاميرا وارجع تاني اصور